فيلمنا بيبدأ على مجموعة شباب في المدرسة بيلعبوا كورة، ومن ضمنهم الطالب ده واسمه هيون، لكن عنده مشكلة إنه أصم، وده مأثر عليه ومخليه مش عارف يشترك مع صحابه في ألعاب جماعية ولا عنده صحاب. ودي فرقة بنات مشهورة جدا وكل الولاد مهبولين بيها، واسمها فتيات النجوم، والكل بيحبهم. وبعد ما بيخلص هيون المدرسة بيروح مع صاحبه يونج، وهم في طريقهم بيشوف صاحبه بوستر للأيدول اللي معجب بيها واسمها سو، وهي من فرقة فتيات النجوم، وبيجري عليهم واحد وبيسرق البوستر، وبيفضلوا يجروا وراه هم وصاحب البوستر. ولما بيزهق الحرامي منهم بيرمي البوستر في الارض وبيقطعه وبياخده يونج. وبتسمع سو ان عضوة في الفريق معاها اسمها ايدي انها بتتكلم عليها، وان بسببها الكل فكر سو متكبره. وبتقرر سو انها هتروح المدرسه وكمان هتسيب بيت الفرقه، وبيحاولوا يقنعوها انها تفضل معاهم، لكنها كانت اخذت قرارها فعلا وهتروح تسكن مع عمتها. وتاني يوم الصبح بيتجمع مجموعه من معجبين ايدي اللي معاها في الفريق قدام بيت عمة سو وعايزين يرموها من البيت. وفي الوقت ده بيشوفها هيون وبيبقى موجود ومفكرهم مستنيين ايلي ومش سامعهم ومش فاهم هما بيعملوا ايه، لكن ما بيشغلش دماغه باللي بيحصل وبيركز في موبايله. وبيستنوا سو لحد ما تطلع وبيرموها بالبيض. وبتلاحظ سو ان الولد اللي واقف ده معاها في المدرسه، وبتفكره بيرميها بالبيض هو كمان، وبتغضب جدا وواثقه ان ايلي هي اللي مدبره كل اللي حصل. وبتوصل المدرسه وبتطلب من مدرسها انها تكون في صف هيون، وبتكذب كمان على المدرس وبتقول له انها تعرفه من ايام الطفوله. واول ما بتمشي في المدرسه كل الولاد بتتهوس بيها ومش مصدقين ان سو معاهم في المدرسه. وبيطلب يونج من هيون ان يخلي البوستر عنده لان امه رفضت. وبتدخل سو وبيتصدم يونج من وجودها، وبتقعد جنب هيون وبتقول له انت اكيد من المعجبين بتوعي. وبتتحرج لما صاحبه يونج بيوريها صوره ايلي اللي على موبايله. وبعد ما بيخلصوا مدرسه بتقرر انها تتقرب منه لانه الشاهد الوحيد على اللي حصل لها، ومفكراه عارف كل حاجه، لكن يا عيني هيون غلبانه على نياته. وبيطلب منها هيون تتكلم ببطء لانه مش عارف يقرا شفايفها، وهي ما بتبقاش فاهمه هو بيقول لها كده ليه. وبتقول له انها نسيت شنطتها في المدرسه وهتروح تجيبها وهترجع على طول. وبتقابل زمايل هيون وبيقول لها واحد منهم انها اكيد حزينه لانه مش بيرد عليها. وبتستغرب سو من كلامه وبتعرف منه انه اصم. وبتسأل المدرس بتاعها هو هيون فعلا ما بيسمعش ولا هو بيمثل، لانه كان فاهمها طول الوقت لما كانت بتكلمه. وبيعرفها انه اتعلم قرايه الشفايف من وهو صغير، وبيستغرب لانها المفروض تبقى عارفه عنه كل حاجه. وبتقول له انها اتلخبطت وكانت مفكراه صديقها، وبيعرض عليها لو حابه تغير صفها ومكانها. وبتقول له انها ما عندهاش مشكله وحابه تكون صديقه لهيون وهتساعده كمان في الدراسه. وبتقابل سو هيون وبتبقى لطيفه جدا معاه بس عشان توصل للي هي عايزاه. وبيتمشوا في اخر اليوم وبيقرروا انهم هيكونوا صحاب. وتاني يوم هيون بيحكي لامه انه بقى عنده زميله جديده ومشهوره كمان واسمها سو، وبتفرح امه لانه بدأ يكون صداقات. وسو بتقابل هيون وهم رايحين المدرسه وبتساله ليه بيمشي جنب الحيطه، وبيحكي لها موقف حصل معاه قبل كده ومن وقتها وهو ما بيمشيش الا جنب الحيطه. وفي الصف بيقول لهم المدرس انهم يختاروا فريق عشان العرض التقديمي قرب. وسو بتعرف هيون انهم هيبقوا فريق واحد، وبيقرروا انهم هيحضروه في بيت هيون. وبعد المدرسه بيروحوا بيت هيون وبيعرفها على امه. وبتستغل سو الفرصه وبتدور على اي حاجه تخص ايلي عشان تفيدها في اوضته، وما بتوصلش لحاجه. وبدأوا إنهم يتعرفوا على بعض أكتر ويقربوا لبعض، وده اللي سو عايزة توصل له عشان تقدر تسأله عن اللي حصل أول يوم مدرسة ليها. وبنعرف إن أكتر رياضة هيون بيحبها هي البولينج لأنها مريحة بالنسبة له ومش هيحتاج يتواصل مع اللعيبة اللي فيها. وبتشجعه سو إنه يعمل فريق للبولينج في المدرسة وهتساعده يجمع أعضاء، وكمان بيحب جدا كلمات الأغاني. وبتوصل أم هيون وبتقول له إنها محتاجاه آخر الأسبوع يساعدها في شغلها، وبتعرض سو عليهم إنها تساعدهم. وبتروح فعلا تاني يوم. وبتلاحظ ام هيون ان ابنها متغير وسعيد، حتى المدرسه اللي ما كانش بيحبها حبها عشان بيشوف سو على طول. وبتاخد سو سيلفي مع هيون وبتشيرها. وفي الوقت ده بتستغل سو قربها من هيون وبتسأله عن اللي حصل لها أول يوم مدرسة، ومين اللي جمع معجبين إيلي، يا ترى هي ولا حد تاني. وبيقول لها إنه مش عارف حاجة وكان معدي بالصدفة وشافهم، وما بتصدقهوش وبتقول له إنه كان واقف معاهم وقتها، إزاي ما يعرفش أي حاجة. وهيون بينكر لأنه فعلا ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. وبتغضب سو وبتحرجه بكلامها. ومن سوء حظها ان مدير اعمالها شاف الصوره اللي شيرتها وراح لها المكان اللي هي فيه، وبيزعق لها لانها بقت بتتصرف من دماغها في كل حاجه وما بتاخدش رايه ولا راي فرقتها. وبيسالها عن الشخص كمان اللي كان معاها في الصوره، وبتقول له سو انه ولا حاجه بالنسبه لها وما تعرفوش واصم. ووقتها هيون بيقرا شفايفها وبيحزن من الكلام اللي سمعه. وام هيون بتحاول تهدي الموضوع وبتشكر سو على مساعدتها. وسو بتمشي وهيون كان مستنيها بره، وبيتضايق وبيربط كل الاحداث ببعضها، وبيعرف انها استغلته ومثلت عليه انها صاحبته وتعرف مين ورا اللي حصل لها. وبيحزن اكتر واكتر لانها فكرت فيه بالسوء وما وثقتش فيه وانه كان معاهم. وسو ما كانش عندها رد لكلامه لانها حاسه بالغلط، وبتحاول امه تواسيه وتخفف حزنه عنه. وبيقول لها انه مكسور بسببها واعتبرها زميلته لكنها خذلته ومش هيقدر يثق فيها تاني ولا عايز يكلمها لان زي ما هو ولا حاجه بالنسبه لها.
لها هي كمان ولا حاجة بالنسبة له. وتاني يوم في المدرسة بيتجاهلها تماما وبتفضل مراقباه، وبيعمل هيون نادي للبولينج وبتدخل سو معاه. والطلاب لما بيشوفوا سو اشتركت كلهم بينضموا وراها، وفي اجتماع النادي كل الطلاب بيمدحوا في سو ولا كأنها سو مبجلة. وبيتضايق هيون منهم وزعق لهم وقال لهم ده ما بقاش نادي، ده بقى شات تعارف. وبيقولوا له انهم مش هيمشوا من النادي، ولو مش عاجبه اللي بيحصل يمشي هو. وبيسيبهم هيون وبتروح سو وراه عشان تصالحه، وبتحاول توضح له اللي حصل وانها ما كانتش قادره تقول له لانها ما كانتش بتثق فيه، لكن مفيش فايده. وبيمشي وبيشوف نفس الراجل اللي كان مع جماعه معجبين إلي ورموا البيت على سو. والتاني مرة بيستنوها وبيرموا تاني البيض عليها وبيحميها هيون. وفي الليل بيشوف الراجل تاني مع صاحب وكالة مشهورة وبيصورهم، وبيرجع لسو وبيحاول يقنعها ما تاخدش أي قرار وما تسيبش فرقتها، وبيقول لها إن مش إلي هي السبب وإن في حد بيوقع ما بينهم. وبتقول له إنها هتفكر بس ملهوش دعوة. وفي آخر الفيلم بترجع كل حاجة زي ما كانت، وبينكشف الشيطان اللي كان ورا كل حاجة، وبتنزل فرقة سو ألبوم جديد وبيعينوا كمان هيون كمؤلف أغاني ليهم.